انا عندي شويه من البلح الاصفر اللي شبه الشطه ده او شبه الموز، مش عارفه اسمه ايه بالظبط، بس المهم يعني بدا يدبل كده وهيبوظ ويترمي، فقلت خساره لازم استغله استغلال يكون لذيذ. غسلته كويس واتخلصت من النوى اللي فيه وقطعته بالشكل ده. تقدروا تقطعوا قطع اصغر من كده بس انا استسهلت وقطعته كده اسرع. ضفت مقدار من السكر يكون مقبول ان انا اقدر اتحمله او يكون طعمه مقبول بالنسبه ليا. انا مش بعترف بالقاعده اللي هي الفاكهه او كيلو من الفاكهه يتحط له مثلا نص كيلو من السكر، لا انا بضيف كميه السكر على حسب الطعم اللي هيكون مقبول ليا. ضفت كمان عود من القرفه الخشب ورفعته على النار. اول ما السكر داب وحجم الفاكهه بتاعتي او حجم البلح بتاعي قل شويه او دبل شويه، ضفت رشه صغيره كده من الملح الليمون. لو مش متوفر ممكن عصير نص ليمونه ونقلبه كويس. شايفين شكله يعني دبل شويه او بدا يستوي شويه. وبضيف كمان قطرتين كده من الفانيليا السايله بتعطي طعم وريحه حلوه جدا. مع المربات عموما بضيف الفانيليا السايله. هنقلب كويس ونرجعها على النار مره تانية. لو الفاكهه مش منزله ميه كفايه للتسويه بنزود نص كوبايه ميه لحد ما توصل للتسويه المطلوبه، ونغطيها وبنسيبها على نار هاديه لحد ما توصل للشكل او القوام ده شكلها كده بعد ما بردت. ممنوع تسيبوها او تاخدوا بالكم ان هي ما توصلش لدرجه الكراميل علشان ما تتحرقش منكم.